السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وأحوالكم تكون طيبة. اليوم بإذن الله بغيت نشارك معكم واحد الكيكة بالكراميل كتجي رائعة بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. ندوزو المقادير والطريقة التحضير. عندي في المقادير 2 كيسان ديال الدقيق، 3 ديال الحبات البيض، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس مع عامرش ديال السكر، عندي واحد ياغورت فاني، عندي 2 خمارات ديال الحلوى، ساشيه ديال الفاني، عندي معلقه كبيره ديال الفيرميسيل، وعندي شويه ديال الملحه. ندوزو لطريقه التحضير. هنا اول حاجه خديت 3 ديال الحبات ديال البيض، ضفت عليهم كاس مع عامرش ديال السكر، شويه ديال الملحه، ساشيه ديال الفاني، كنخدمو مزيان داك البيض مع السكر حتى كيندمجوا. من بعد كنبداو نضيفوا الزيت شويه بشويه وحنا كنحركو حتى كنكملوا داك الكميه كلها ديال الزيت. بالنسبه للزيت كاس الا ربع، كنضيفوا ياغورت فاني، من بعد ضفت هنا كاس الاول ديال الدقيق، 2 خمارات ديال الحلوى، كنحركهم مزيان. من بعد كنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق احتاجيت 2 ديال الكيسان. من بعد كنضيف معلقه كبيره ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط، كنحركها مزيان، هي كتعطي واحد المنظر زوين. كما كتشوفوا هنا القوام ديال الخليط ديال الكيك. خديت المول العجيب دهنته بالزبده، رشيت عليه الدقيق، من بعد كندير فيه داك الخليط ديال الكيك وكندخلوه الفران. بالنسبه للفران يكون بارد. من بعد كنشعلو على 180 درجه وكندخلو الكيكه كطيب من التحت، كنشعلو عليها من الفوق. ملي كتحمر كيجيو هذا هو الشكل ديالها. انا هنا قلبتها في واحد الطبسيل باش نصايب الكريمه. هنا ممكن انكم تسقيوها بشويه ديال الحليب، انا سقيتها بشويه ديال الحليب باش ما كتجيش ناشفه. نتوما لكم الاختيار، بغيتو تسقيوها ولا تخليوها عاديه. بالنسبه للكريمه استعملت 2 ديال الياغورت ديال الكراميل، سيطرة الحليب، واحد فلون ديال الكراميل، 2 معالق كبار د المايزينا، ومعلقه كبيره ديال السكر. هنا خديت كاسرونه درت فيها السيطرة ديال الحليب، من بعد معلقه ديال السكر، 2 معالق ديال المايزينا، فلون ديال الكراميل. انا هنا ما توفرش عندي كراميل فلون الكراميل صغير واستعملت هذا الكبير. كنحركهم مزيان قبل ما كنديرهم على البوطه باش ما كيتكورش داك المايزينا. هنا على عافيه متوسطه كنبقى كنحرك حتى كيبقى كيتقى شويه الخليط. من بعد كنضيف 2 ديال الياغورت ديال الكراميل بالنكهه الكراميل، كنحركهم مزيان. من بعد ملي كيعقد داك الخليط كنطفي عليه. انا كنحركو شويه باش يبرد، وهنا كنعمرو داك الوسط ديال الكيكه، كنعمروه مزيان بداك الخليط بداك الكريمه ديال الكراميل. انا خليتها بردات واحد شويه ورشيت عليها اللوز مهرمش عادي، ما حمرته ما حتى شي حاجه. نتوما لكم الاختيار، تقدروا ترشوا عليه اي حاجه، اللوز او الكركاع او اللي متوفر عندكم، وممكن انكم تخليوها عاديه. هنا غلفتها بالفيلم اليمونطير ودخلتها للثلاجه حتى بردات، ومن بعد ما بردات خرجتها من الثلاجه. انا هنا قطعت معكم باش تشوفوا واحد المورسو، كتجي رائعه، كتجي لذيذه كما شفتوا بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. كان هذا هو اقتراحي لكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.